موضوع الأسبوع ده صعب وحساس جدا جدا، ولكنه مهم جدا لصحة الدماغ والحياة. toxic relationship أو العلاقات السامة. عمرك حسيتي إنك السبب في كل مشكلة أو طاقتك بتخلص حتى مع أقرب الناس ليكي؟ طب لو عندك ADHD الموقف ده بيبقى أصعب مليون مرة، لأن دماغك أصلا شغالة بسرعة وحساسة للنقد وبتدور على القبول طول الوقت، والعلاقات السامة بتستغل ده لصالحها كويس أوي. أنا زينة، برين هيلث كوتش، ومهمتي إني أساعدك وعندي مهمتي إني أساعدك تحمي دماغك، تفهمي نفسك أكتر. بس قبل ما نبدأ يلا اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو مهتمة بكل ما يخص صحة الدماغ والADHD والعادات الصحية وإزاي نتعامل مع كل الحاجات دي كلها. طيب، قبل ما ندخل في الموضوع لازم نعرف يعني إيه علاقة سامة وليه بتأثر علينا الناس اللي عندهم ADHD. بصي، العلاقة السامة مش بس حب، ممكن تكون مع صديقة، مع حد من العيلة، أو حتى في الشغل. ببساطة أي علاقة بتحسسك طول الوقت إنك قليلة، غلطانة، بتسحب منك طاقتك، دي علاقة سامة. ولو عندك ADHD فأنت أكتر عرضة للعلاقات دي. طب ليه؟ أولا فاكرين كنا اتكلمنا في حاجة اسمها rejection sensitivity. الناس اللي عندها ADHD وأنا واحدة منهم بنبقى أكتر حساسية للنقد، بنحب نرضي الناس عشان نحس إننا مقبولين لو مش عارفين نتعامل مع أعراض ADHD. المخ عندنا دايما بيدور على الدوبامين، فممكن نتعلق بعلاقة فيها هايز اند لوز، يعني مرة حلوة ومرة وحشة مش مفهومة. فعارفين الرولر كوستر؟ زيها كده، حبة فوق قوي وحبة تحت قوي. طب نعرف العلاقة دي ازاي؟ تعالوا دلوقتي هنكتشف مع بعض 7 علامات خفية لو شفناهم في حياتنا في أي علاقة لازم نضرب جرس الإنذار جدا جدا جدا، وخصوصا لو عندنا ADHD. النقد المستمر اللي ورا الهزار أو النصيحة. اسمعي ده كده، أنا بقولك كده لمصلحتك، أنا بهزر معاك، انت ليه كبرتي الموضوع قوي كده؟ الكلام ده مألوف مش كده؟ بس ده مش هزار، ده تكتيك لتكسير ثقتك في نفسك. ولو عندك ADHD النقد ده بقى هيخليكي تغرقي في جلد الذات وتقولي أنا المشكلة، I'm not good enough، وأنا اللي عندي المشكلة مش أي حد تاني. هتبتدي تقولي لنفسك أنا فعلا مش كفاية. تاني حاجة الجاس لايتنج، وده مصطلح أنا ما بحبوش لأنه فيه تلاعب بالعقل، بيخليكي تشكي في نفسك وتسمعي كلام زي أنا على فكرة ما قلتش كده، انتي بتتخيلي، ممكن تكوني فهمتيني غلط، أنا كان قصدي حاجة تانية. سمعتي الكلام ده قبل كده مش كده؟ طيب، نتيجة الكلام ده إن ثقتك في نفسك بتروح، يعني خصوصا لو دماغك بتتلخبط بسهولة بسبب ال ADHD. وعدم وجود ثقة ده مشكلة في حد ذاته. ثالث علامة، بتحسي إن أنتي مش عارفة أقولها إزاي، بس يعني باسكت الجاربج بتاعهم. ليه بقى؟ كل غضبهم وإحباطهم ومشاكلهم يجوا يحكيها لك وأنتي تديهم من طاقتك طول الوقت، بس لما تيجي تحتاجي دعم فجأة هم مشغولين، فجأة مش موجودين. ولو عندك ADHD فدماغك هيتأثر أكتر بقى بالضغط النفسي، هتلاقي طول الوقت نفسك دريند جدا، مش قادرة تركزي، مش قادرة تظبطي مزاجك، مش قادرة تحسي إنك مش قادرة تعملي أي حاجة. الحاجة الرابعة، بيعزلوكي ببطء عن الناس. يعني بصي صاحبتك دي لا مش خايفة عليكي، صاحبتك دي مش كويسة، لا أهلك بيتدخلوا كتير جدا، لا ده خطيبك ده مش عارف ايه. فجأة تلاقي نفسك لوحدك. ولو عندك ADHD فالعزلة طبعا خطر كبير، لأنك محتاجة دعم، ناس حواليك تساعدك وتوازن طاقتك وتنظم يومك معاك. الحاجة الخامسة أو العلامة الخامسة، العقاب بالصمت، silent treating. تعالي كده جربي تعبري عن زعلك، تلاقيهم تجاهلوكي بالأيام، تكلميهم وتبعتي رسائل ما يردوش. ده بيخليكي تحسي بالذنب وتقولي طب كده أنا السبب، كان لازم أسكت، ما كانش لازم أتكلم. ولو عندك ADHD الدماغ بقى بتضرب الأوفر ثينكينج ده، ممكن يكون في مليون مرة لو انتي مش قادرة تمانجي الأعراض بتاعتك. حاجة اسمها رابطة الألم أو تروماتيك بوندينج. يعني إيه؟ يعني العلاقة دي الشخص فيها يوم يكسرك ويوم يحبك جدا، يديكي حب زايد وتبقى مهتمة
واليوم التاني تكسرك حتى لو قدام حد. ده بيعمل تراب للدماغ، لان الدوبامين بيحب الهايز اند لوز، فتلاقي نفسك مدمنه على اللحظات الحلوه النادره. ايوه، مدمنه على اللحظات الحلوه، وعشان كده بتمرري اي حاجه تانية. العلامه السابعه، دايما كل حاجه بتحصل هي غلطتك انتي، وهم عمرهم ما هيعترفوا بغلط. مثلا لو زوج لو خان عشان انتي اهملتيه، ولو صاحبتك زعلت عشان انتي استفزتيها، ولو انتي عندك بقى ADHD بتحسي بالذنب بسهوله جدا، فبتقعدي تصلحي في نفسك على الفاضي، بس في الحقيقه مش انتي اللي محتاجه تصلحي في نفسك. والمشكله بقى ان المجتمع بيخليك انتي كمان حاسسك انتي اللي بالذنب. لا بس طب بصي، اهتمي بنفسك، لو جوزك اهتمي بنفسك، لو صاحبتك طب ما تشوفي انتي عملتي لها ايه. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اكثر يعني او اكتر علامه من دول حسيتوا انها مأثره عليكم، خصوصا لو عندكم. ليه صعب نسيب العلاقات دي؟ ليه بنحس بالادمان فيها؟ ليه عامله زي المدمنين؟ وخصوصا لو احنا عندنا ADHD على فكره. دماغنا متبرمجه انها تحب الروتين حتى لو مؤذي. عشان كده فاكرين حلقه الادمان بتاعه ADHD؟ فدي حاجه من الادمان برضه. فلو حتى هو مؤذي الدماغ بتحبه. طيب التعلق اللي بيحصل بالدوبامين ده، لحظات الحب القليلة اللي بتخليكي ترجعي تاني وتاني وعاشر، هي إدمان. غير إنك خايفة تبقي لوحدك، خايفة من الوحدة، من إحساس الذنب، الأمل الكذاب، وعندك دايما يعني حاجة إن هم هيتغيروا وهيبقوا أحسن. طب العشرة، طب العيش والملح، طب ونفسك تفضلي تأذيني؟ نعمل إيه بقى بعد كل ده؟ إزاي نبتدي نسترجع القوة بتاعتنا، وخصوصا لو عندنا ADHD؟ يمكن انا مركزه قوي على موضوع ADHD لان المشاعر بالذات بتتضرب في مليون. طيب تعالوا نعمل ايه. اول حاجه انا لازم اعترف ان في مشكله. لازم الوعي هو اول خطوه، لازم اعترف ان في مشكله، ولو اعترفت دي اكتر حاجه هتظبط الدنيا. الحدود بقى، ببساطه نحط حدود مع الناس دي. اتعصبوا ببساطه، مش هكمل الكلام وانتم متعصبين. لازم يكون عندنا شبكة دعم قوية جدا جدا، اصحابنا اللي بنحبهم، الناس اللي حوالينا اللي بنحبهم، حتى لو ناس كنا قطعنا معاهم. نطلب المساعدة من متخصصين لو نقدر، معالج نفسي، كوتش، كل دول هيساعدونا نبني استراتيجيات تحمي دماغنا. العلاقات زي ما فيها سام فيها حلو، فتمسكوا بالعلاقات الحلوة واخرجوا بره العلاقات الوحشة. وعايزه اقول لكم الحلقه الجايه ممكن يعني اشارك معاكم ايه الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نحافظ على العلاقات الحلوه. طيب لو الفيديو ده لمس حاجه جواكي اعملي لايك وشاريه مع حد محتاج يسمعه، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. يعني انا عايزاكي دلوقتي تكتبي لي في الكومنتات ايه هي اكتر علامه من السبعه كانت جرس انذار ليكي. ولو انت بقى حد عنده ADHD زي حالاتي كده، قولي لي اثرت عليكي ازاي. على فكره ردك في الكومنت ممكن ينقذ حد بيمر بنفس الدوامه. تمام. اشوفكم بقى الاسبوع الجاي، وممكن نتكلم على العلاقات الحلوه ونقول ازاي نحافظ عليها. ولو عايزين اتكلم في اي موضوع تاني، اكتر موضوع هتكتبوه هتطلبوه في الكومنتس تحت هتكلم عليه. سلام.